السلام عليكم، مرحبا بكم مشاهدي المشاهدات. نتمنىكم تكونوا بخير وعلى خير وفي احسن الاحوال. اليوم ان شاء الله غادي ندير معكم الشحمه ديال العيد كي كنا نديروا لها. ما كانت لا ثلاجه، ها هي الكرشه فاش كنا نديروها. غادي نقول لها حنا فم الكرشه نقلعوه ونغسلوه ونخليوه هكا، نديروا لها سكين نديروا لها الخرقوم والملح والتحميره ونرمسوها ونديروها هنايا ونخيطوها ونعلقوها حتى نحتاجو ونرفدو منها. بسم الله، نبداو على بركه الله. كانت لا ثلاجه ولا هكا، كانت الناس غير تقلع الشحم من الكلا ديال الكلاوي ولا شاط الشحمه ديال الرده ويديروها في هذه فم الكرشه، ونهار اللي يستحقوا يهزوا منها. اللي بغى يدير خبز الشحمه، اللي بغى ينصب بها، اللي بغى ما رمسناها غادي نديروها هنا. ها هي غادي نديروها هنا. منين تعمر لنا هاد الكرشه غادي نخيطوها. هكذا انا الا زات لنا كلشي نديروها، كلشي ما زاتش نفرقوها. ملي تكون الشحمه بزاف يخلي بنادم كاع الكرشه هكا كلشي مجبور. هذه هي الثلاجه ديال بكري، هكا كانوا يديروا الشحمه. ايوا نتمنوا هذا الشيء يعجبكم. ها هي اللي ما مجربهاش يجربها، يملح الكرشه ويدير الملح للشحمه. اللي ما عندوش الثلاجه يجربها ويشوف. انا راني مجربه، هذه راه شحال من مره في مره، غير بغيت نشارك معكم هذا الفيديو ونتمنوا هذا الشيء يعجبكم. شاركوني مع احبابكم وصحابكم وتعاونوني بالجيمات والكومنتيرات. ها هي نخيطها. نكملها في التخييط، نعلقها حتى تنشف ونجمعها. ندير لها واحد الكاغ ديال السكر ولا ديال الشربه ونعلقها حتى تنشف، وديك الساعه نجمعها. ونتمنوا هذا الشيء يعجبكم، واللي ما مجربش يجربها، اللي ما عندوش الثلاجه. واخا نطول لها الخياطه معليش باش منين نعلقها ما تنحلش. هذه هي تقاليد زمان، هكا الناس كانوا يديروا. ها هي هكا نعلقها حتى تنشف وندير لها شي كاغ ديال السكر ولا ديال الشربه ونجمعها.
تنشف، ما تنجمعش وين تكون هكا زرقاء. ونتمنوا هذا الشيء يعجبكم وربي معيننا ومعينكم.